هلا بنات، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم عندي ثواب راح اسويها ريست ثواب الامام الحسين عليه السلام، وراح اسوي فيديو روتين وراح اوزع الثواب، وبعدين اشوفكم مشترياتي. اذا صار الفيديو شوية طويل لا راح اخلي المشتريات بغير فيديو. خليكم ويا الفيديو. هنا أنا بنات خليت الحمص واحد والحنطة واحد. الحمص حتى خلي وياه اللحم. عندي هسه هاي الغرفة راح انظفها بسرعة بسرعة، حتى شنو؟ لان ما عندي مساحة بالتليفون. شوفوا بنات، عندي هذا السيراميك، هاي الحافة دائما تلم تراب وبيوت عنكبوت، فاللي عندها بناء جديد وتريد تخلي سيراميك انصحها يعني هذا السيراميك يصير ويا حافة الحائط احسن شي حتى ما يلم وسخ وتراب. هسه اني دائما اعاني من هذا الشي. بنات هاي الفرشة كلش ناعمة، الريش مالتها كلش ناعم فما تأذي الخشب، كلش فايدتني بهذا الشي. هسه مسحت الأخشاب، المعرض والكنتور. طبعا أنا مو دائما أنظف الأخشاب، حتى شنو أحافظ على لمعتهن وما يتشخطن، يعني ما يخرب الخشب، لأن تدرون الخشب يخرب بالماء. هنا أنا نظفت حافة الشباك لأن عندي المبردة كلش طب بتراب علينا. هنا أنا هسه راح أشوفكم هاي البزونة بنات. طبعا شقد حنينة عليها وأنطيها أكل وأخليلها ماي، بس هي شرسة من تشوفني يعني بس تخنزر علي وما تحبني وما تطيقني، رغم ما إنه أنا أعطيها أكل. هنا أنا نظفت المجمدة، طبعا أنا مطفيتها مطفي الكهرباء مالتها. طبعا أنا بس شوفتكم الغرفة نظفتها، أما باقي البيت يعني خليتها يعني ورا التصوير كله نظفته. هسه أنا شلت هاي الفرشة ورحت نفضتها، وبعدين كنست ومسحت ورجعتها عبالي أبدلها، إنه قلت لا شو نظيفة كل شي ما بيها. شوفوا بنات، عندي هذا الطحين يعني مدود مدود، قلت ما أبيعه إلا لمن تجي الحصة.
هسه بعد ما نظفتها راح ارش المعطر. طبعا شوف هذا المعطر حتى اخلي من عنده للهدوم تصير ريحتهن كلش طيبة. هاي نظفت هاي الهوسة اللي هنا كانت شوي يعني خففت من عندها. نظفت المعرض كنتور بس بعدني الجام ما منظفته. هنا الحنطة صارت تفور وتفتحت، وعندي الحمص هم يفور وخليت له شوية صودة حتى ينهري لأن أنا أريده يستوي زايد. حتى عندي اللحم خليته بعدين وياه واستوى. طبعا هذا اللحم أنا راح أفلسه هيك أسوي مثل الخيوط وأفلسه أخليه ويا الهريسة. عندي هنا مردة الحمص مردته نص بنص، نص خليته عدل ونص مردته. وهم خليت علبة شوفان عليها. عندي علبة شوفان قلت ليش حرام أضل خليتها عليها. هنا أنا واقفة وجاية ندعي إلي والأولادي والأمة محمد، والله ما نسيت واحد، حتى الكل مريض دعيت، للكل فقير دعيت. إن شاء الله يا رب يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هنا أنا جاي أصب السراحية حتى شنو يصير الوزن مال التوزيع كله وزن عدل. هنا طبعا أنا وزعت هيك الساعة ب11 خطية، حتى هالستوتات قاموا ياقفوني وياخذون من عندنا. الجهال يعني خب انكيفت على الجهال لان يدقون الباب وياخذون. بعد ما خلصت الثواب وصورت فيديو المشتريات، يعني لقيت الفيديو راح يصير كلش طويل فأجلته. فيديو المشتريات راح اسويه بغير فيديو. هنا أنا جاي اشوفكم هاي التختة ام المجر، اول مرة اجيب من عندها والخامة مالتها كلش ثقيلة. وهذا فيديونا وإن شاء الله يا رب يعجبكم. لا تنسون اللايك والاشتراك. مع السلامة.